اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة بإذن الله أنا هتكلم عن موضوع أنا شايفه موضوع مهم جدا والله. ويكون براءة مني أمام الله، أو نصيحة أو توعية لكل شخص حلم وعاوز يفسره. فدي هتكون إفادة أو معلومة، والله أعلى وأعلم، في ناس تعرفها أو في ناس ما تعرفهاش، وفي حد يعرفها وحد لأ، هكذا يعني. اللي هي الفرق بين تفسير إن أنا أفسر لك عن طريق قرينك، والفرق إن أنا أفسر لك من الكتاب والسنة. ولكن قبل ما نبدأ في شرح الفيديو ده، ففي شيء جه في بالي إن أنا أقوله، لعل وعسى ربنا ييسر الأمر إذا مشيت عليك ورد ليك. صيغة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا هقولها دي: اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. والذكر اللي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وضيف عليهم: مدد يا رب، لبيك اللهم لبيك. إذا مشيت على الأربع أذكار دهم بدون عدد، والله وبالله حياتك بإذن الله ربنا ييسرها لك بإذن الله. لو حياتك دي معقدة وفيها صعوبات جامدة، فربنا ييسر لك الأمر فيها بإذن الله تعالى. طيب احنا بقى نبدأ نتكلم في موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. الفرق بقى أنا هقول لك بين تفسير إن أنا أجي أفسر لك، أو شخص يفسر لك مثلا ويدخل عن طريق قرينك ويفسر لك عن طريق قرينك. في حد بيعرف يفسر عن طريق القرين، اللي هو تيجي تحكي له الحلم، مجرد انك تحكي له الحلم فهو عنده حتة او ملكة كده يقدر يخش على قرينك ويكتشف اسرار من اسرار حياتك. انا ما بخوفش حد وما بقولش الامر ان هو يخوفك، ولكن انا عايز اوضح لك، او انت تبقى تعرف تميز الفرق بين التفسير من الكتاب والسنة والفرق بين التفسير عن طريق القرين. كمثال مثلا بسيط جدا، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الافعى والفئران الحاجات دي من الفواسق. فما ينفعش الرسول يبقى قال ان الحاجات دي من الفواسق واحنا نروح نحطها في رمز مبشر. كمثال، انت النهارده ماشي في صحراء مثلا، انا سمعت كده، سمعت تفسير اتقال كده، ادى رمز للافعى، ده رمز قوي جدا، ان هو مبشر جدا، وان هو ناتج من ورا منه حاجة خير جدا. انا شفت ان انت دلوقتي ماشي في الصحراء ولقيت افعى، شفت شوية احجار كده او حجارة، وشفت تحتهم افعى في الصحراء. ما ينفعش اجي اقول لك اصلك انت هتروح تفحر بير مية هنا، ده ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. انا ازاي النهاردة الافعى دي من الفواسق وانا احطها في رمز مبشر؟ ازاي؟ انا سمعتها كده بالظبط، والله وبالله سمعتها كده. انا حلمت يا شيخ ان شلت حجارة، لقيت الافعى تحت منهم، لا ده انت هتفحر بير مياه هنا. لا، انا كده ما فسرتلكش من الكتاب والسنة، لان الكتاب والسنة بيقولوا ان الافعى من الفواسق، من علامات ان في تحذيرات ليك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤى اما محذرة واما مبشرة. فتيجي تحط لي النهاردة رمز الافعى ان هو مبشر، الله اعلم جت ازاي دي، ما اعرفش. معنى ان هو ان الشخص ده شاف كده وقال له انت هتفحر بير ميه هنا، انا بقول لك انا كده دخلت على قرينك واقتصيت جزء كده من يومك او من حياتك، وقلت لك انت هتعمل حاجة معينة كذا كذا. انا دخلت على قرينك. يعني الدخول على القرين ده بيكشف سر الواحد، يعني بعرف، يعني الشخص بيعرف انت هتعمل ايه او عملت، يعني اللي هو انت طالما نويت على الشيء يبقى اكنك عملته. فينفع ان الشيخ يقتصه من قرينك. ما اروحش اقول لك انت هتعمل بير ميه تقول لي والله وبالله ده انا حطيت المعدات هناك عند المكان ده وهفحر بير ميه. يبقى انا كده دخلت على قرينك وقريت فكرك وقلت لك على موقف في حياتك حصل، فكده انا فسرت لك عن طريق القرين. اما لما اجي اكلمك بقى من الكتاب والسنة، لا، الافعى آه، لا، الافعى يعني في معظم حالاتها فواسق مضرة محذرة. ما شفتش ليها. اللي بيسمعني ابحث يوم واتنين وتلاتة، وهات لي بدال الرمز 1000 رمز للأفعى، وتعالى قول لي، تعالى اكتب لي هنا في التعليق، قول لي انت كلامك صح او غلط.
ولكن بس انا عايز انبهك بين الفرق انك انت تكون راجل يعني شخص فاهم وواعي، آه، بالفرق انك انت يتفسر لك حلمك عن طريق القرين او طريق الكتاب والسنة. السنة بتقول لا فواثق، ما ينفعش اقول لك كده، هي محذرة. يعني المفروض مثلا انت بتشيل حجارة كده فلقيت الافعى، فربما ده تحذير ليك ان انت مثلا بتجتهد في شيء، واجتهادك ده هيروح في مكان يعني مش في محله. الصحراء دايما مش من الاراضي المفضلة للانتاج بتاع الزرع، فربما انت عشان هتشيل الحجارة دي، فربما انت هتتعب وتشقى فيها، ولكن الناتج بتاعها مش هيكون المرضي اللي انت كنت عاوزه. هي كده انا شايفها تكون اقرب شوية. او ربما تكون انت مثلا الصحراء دي بترمز ان لعدم العيشة في بعض الاحيان، في دول ما ينفعش تعيش فيها في الصحراء. ممكن مثلا ان انت هتروح تعمل مجهود وتبذل مجهود، ومفيش هيكون المجهود، يعني المجهود ده هيروح منك هباء. كده انا شايف ده التفسير الصحيح، او ده التفسير بتاع الكتاب والسنة. كمثال برضو، عندك مثلا في رؤية الاسد، انت ما ينفعش تيجي تقول لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ان انا شفت اسد مطيع ليا وبأمره، ومطرح ما بأمره بيروح. هي 1+1=2. انت معنى ان الاسد ده بقى مطيع ليك، انا بشوف ان ربنا مثلا لو انت موظف، ربنا هيهدي لك المدير بتاعك، ربنا هيهدي لك بعض الاشخاص في حياتك. انت ربما عندك مشكلة مع شخص قوي ذو سلطة، او شخص قوي جسمانيا او ماليا، فربنا هيوقف لك حاجة خير في حياتك، ايا كانت ايه هي الخير، ان انت تقدر تستوعب او